وهو احتمالية وجود كريستيانو رونالدو مع النادي الأهلي في كأس العالم للأندية إعارة لمدة شهر من نادي النصر السعودي، واللي هيتكفل بالصفقة دي غالبا هيكون المستشار تركي آل الشيخ. أنا بالنسبة لي مش مرحب بالصفقة قوي يعني أنا حتى لما عرفت الصفقة يعني من شهر 9 وجيت اتكلمت معاكم فيها وقلت إن أنا الصفقة مش ذات أهمية أو حاسس إن هي هتفرق كتير مع النادي الأهلي أو هيبقى في انبوت قوي يعني لكريستيانو مع النادي الأهلي في كأس العالم للأندية. بس هي طبعا كقيمة تسويقية للنادي ودعاية للنادي، وإن هتبقى دي آخر مباراة ممكن كريستيانو رونالدو وميسي يلعبوا فيها قصاد بعض، فده ممكن يكون حاجة قوية ومشجعة جدا وهتجيب سبونسرز كتير للنادي الأهلي وهتخلي الماتش ده يتشاف على نطاق أوسع. يعني هو كده الماتش هيتشاف على نطاق واسع عشان الاهلي، مش عشان الاهلي، عشان ده مباراه افتتاح كاس العالم للانديه النسخه الموسعه اللي بيشارك فيها 32 فريق لاول مره في العالم، وده مباراه الافتتاح، فالناس كلها غصب عنها لازم هتتفرج عليها وهتتفرج عشان ميسي. فتخيل بقى ان انت تضيف الفاليو بتاعه كريستيانو رونالدو اللي هو موجود وبيلعب ضد ميسي، موضوع كبير. طيب كان في اشاعات طالعه برده بس غير مؤكده بالمره يعني ان كريستيانو رونالدو ممكن يروح نادي انتر ميامي ويبقى هو وميسي بيلعبوا مع بعض. حتى في الحاله دي انا ما عنديش مشكله وهكون موافق. تخيل كده ان الاهلي يقدر يكسب انتر ميامي يقدر يكسب انتر ميامي وهي فيها ميسي وكريستيانو.